في إحدى ليالي رمضان كان أبو هريرة رضي الله عنه يحرس زكاة المسلمين، فجاءه رجل متسللا وأخذ من الطعام، فأمسك به أبو هريرة وقال: سآخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتذلل الرجل وقال: إني محتاج وعندي عيال. فرق له قلب أبي هريرة وتركه. وفي الصباح سأله النبي الله صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، شكى حاجته فتركته. فقال النبي: إنه سيعود. وبالفعل عاد الرجل في الليلة التالية وكرر توسله، فتركه أبو هريرة ثانية. وفي الليلة الثالثة جاء الرجل مرة أخرى فأمسكه أبو هريرة وقال: هذه آخر مرة لن أدعك. فقال الرجل: إن تركتني سأعلمك شيئا، اقرأ آية الكرسي فلن يقربك شيطان حتى تصبح. وفي الصباح أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، أتدري من كان؟ ذاك شيطان.